مساء الخير. النهارده كنت حابة اتكلم معاكم في حاجة حصلت لي من حوالي شهر كده. كنت حابة اشاركها معاكم يعني واحكيها معاكم. ما عنديش موضوع معين بصراحة اتكلم فيه النهارده وحتى انتوا شايفين شكلي ومودي مش جايب قوي يعني ان انا اتكلم في مواضيع معينة يعني. حقكم عليا استحملوني النهارده، يمكن الحلقة النهارده مش احسن حاجة، بس انا فعلا كنت حابة اشارككم التجربة اللي انا عشتها الفترة اللي فاتت دي. من حوالي شهر لقيت جنب البيت عندي بوبي صغير، ايده مربوطة بشاش. انا هحط لكم الصور في المونتاج. فلقيت ايده مربوطة وعمال بيعيط جامد جدا، مرمي جنب الرصيف عند البيت عندي. وحالته وحشة جدا، يعني حالته وحشة جدا وعمال بيعيط من كتر التعب. طلعت البيت وكان صعبان عليا جدا، فكأي حد ممكن يكون عنده رحمة شوية نزلت حطيت له أكل وشرب. طبعا ما كلش ولا شرب. اللي منكم عارف طبيعة الحيوانات دي، ان هي لما بتبقى تعبانة كده بتكتئب لدرجة انها ممكن توصل تموت نفسها، يعني بتيأس. فبتموت نفسها، يعني بتسيب نفسها لحد ما تموت ومش بتاكل ولا تشرب يعني. فانا حطيت له الاكل والشرب وده اللي حصل فعلا، ان هو ما اكلش. فحطيت له اكل وشرب وغطا وبرده ما فيش اي استجابة. تاني يوم نزلت لقيته نفس الحالة ومش بيتحرك خالص. فضلت الاخر اليوم بالمنظر يعني اللي ما حبكوش بجد تشوفوني فيه يعني. كنت حالتي وحشة جدا. هنتكلم بعدين ونتناقش بقى في موضوع حالتي ده والكلام ده، بس احكي لكم الاول الموضوع بعدين نتناقش في الكلام ده. ففضلت طول اليوم حالتي مش كويسه خالص. فجوزي وكان ابن خالتي عندي، فشافوني بالمنظر دوت طبعا وولادي. فقلت لهم، قالوا لي ايه اللي يريحك؟ قلت لهم ان احنا نجيبه او ان احنا نروح نعالجه، يعني ناخده نعالجه في اي مستشفى. فقلنا ماشي. فكنا فعلا هناخده ونعالجه في مستشفى، بس احنا لقينا ان حالته ينفع تتعالج في البيت. فقال لي عندك استعداد نطلعه البيت؟ لما لقوه ان هو حالته ينفع تعالج في البيت تحت، فقالوا لي نطلعه. قلت لهم اه طلعه. جابوه، وطبعا حالته كانت صعبة جدا جدا. اولا تقريبا هو حد ضربه او خبطه او ايا كان بقى. ايده كانت وارمة قوي لدرجة ان في حد كتر خيره ربطها له بشاشة عشان خاطر يعني شاشة كده هوت وحاجة تظبطها له، يعني زي عصاية كده صغيرة عشان تظبطها له. وسابه طبعا، كتر خيره، هو عمل اللي عليه. فطلعناه ونضفناه وأكلناه واهتمنا بيه لمدة شهر. أنا لسه ماشية امبارح. ايه اللي حصل بعد الموضوع ده كله، او ايه اللي حصل في الموضوع في اثناء الموضوع ده كله، او انتي ليه بتحكي لنا القصة دي؟ بحكي لكم القصة دي لأكتر من سبب. بحكي لكم القصة دي لاني اولا حاسة ان انا دوري في ان انا اعمل شغل في القناة، بخلاف ان انا اكسب. وانا قلت لكم الكلام ده 100 مرة، ان انا ممكن اوصل رسالة، ممكن بأيا كان، حتى لو 10 15 20 30 حد بيشوفني. فممكن يكون حد هيسمع مني كلمة، هيسمع مني حاجة تلمس قلبه، في حاجة تصبره على حاجة تفيده في أي موضوع. فأنا حاسة إن أنا طبيعة الشغل اللي أنا فكرت إن أنا أشتغله عشان أنا بحبه، إن هو يوصل الحاجة دي. فعندي أمل بالحلقة دي إن أنا أوصل أي حاجة من اللي أنا حسيته طول التجربة دي. حسيتي بإيه طول التجربة دي؟ حسيت بحاجات كتيرة قوي. حسيت إن في ناس كتيرة قوي متسمية بني آدمين على الفاضي. خسارة فيهم يتسموا كلمة بني آدمين أو بشر. تقولوا لي انتي مزوداها قوي مش مزوداها، كل واحد ورأيه. أنا شايفة كده، شايفة إن في قدامها ناس كويسين، في قدامها ناس كويسين، بس كتير لأ يتشافوا بالميكروسكوب، أو اللي أنا شفته على الأقل يعني، أو من الحاجات القليلة اللي أنا ممكن أكون شفتها في حياتي. بس الناس الوحشين بقوا زيادة قوي، من كترهم بقوا مغطيين على الناس الحلوين. فشفت ان في بني ادمين ما عندهمش رحمة، ما عندهمش رحمة فعلا، بيأذوا الكائنات دي بدون سبب. انت لما بتمشي في الشارع او انت بتمشي في الشارع وتلاقي كلب او قطة في الشارع وبدون سبب تقوم ضرباهم او خبطاهم بالعربية، ده مسمى ايه؟ ده يتسمى ايه؟ افتراء وبلطجة
عدم ضمير، كل حاجة ممكن تتقال سيئة في الموضوع دي قولوها زي ما انتوا عايزين. بتعملوا فيهم كده ليه؟ بتعملوا في الكائنات دي كده ليه؟ انا مش عارفة. يعني لو الكائن ده هاجمك تمام، لو جه يعضك او جه يجي ناحيتك تمام، دافع عن نفسك وساعتها موته يا سيدي، ماشي. ولو ان ده برضو مش منطق ولا عدل. حاول تهرب منه، تعمل اي حاجة، بس مش يعني عادي. اهو دي في الحالة دي ممكن نقول ده دفاع عن نفس. لكن الكائن ده ما قربش منك، ما عملكش حاجة، بتضره ليه؟ هو عايش في الشارع، والشارع اصلا طبيعته قاسية لوحدها، طبيعته مش حنينة عليه، بس ربنا بيعرف يديله كل حاجة زي ما بيحتاجها، زي ما اتخلق بيها، زي الطبيعة ما خلقها بيها. احنا بقى اكتر حد بيشوه الطبيعة، اكتر حد بيبوظ منظومة الكون كله. احنا البشر بنضر الكائنات دي بدون رحمة. انا هحط لكم لما جيت ادور اثناء الشهر ده، كنت عايزة طبعا حد ياخد الكلب ده، بس بعد ما ابتدى شوية يبقى كويس، لان هو كان صغير جدا، هو تقريبا 3 شهور، صغير قوي. بس هو حجمه اللي كان كبير، لان هو كلب بلدي، فطبعا حجمه بيكبر بسرعة. فحاولت ادور في كذا جروب على شلاتر او حد ياخده عشان خاطر يعني يعتني بيه وياخد باله منه. طبعا ما لقيتش حد، ما لقيتش. فسبته عندي وحاولت ان انا اسيبه واكمل معاه، بس الموضوع كان صعب لان انا عندي بوبي تاني، وثانيا لانه حجمه كبير في البيت، وموضوع التواليت في كل حته ولسه ما اتعلمش، فالموضوع كان صعب جدا. فربنا بعت لي واحد زميلنا قال لنا على حد يعني ان هو ممكن ياخده يربيه، بيربي نوعيه الكلاب دي في الشارع. فاديتهوله امبارح وسبته، وانا مش عارفه هو مصيره ايه، مش عارفه. هتقولوا لي ما هو كل الكلاب في الشارع كده. هقول لكم انا مين قال لكم ان ما بصعبش عليا؟ كل الكلاب اللي في الشارع، بس مش عارفه اعمل لهم حاجه. ده كان حظي ان هو كان جنب البيت عندي، فكنت نازله طالعه كنت هشوفه وهو بيتألم وهو تعبان وهو موجوع بالمنظر ده، فما كنتش قادره ان انا اعمي عيني عنه، ما كنتش قادره بصراحه. فاضطريت ان انا اخده، مش اضطريت، ما كنتش قادره اعمل غير كده. في الشهر ده احنا اتعلقنا بيه جدا كلنا. انتوا مش متخيلين انا امبارح كنت عامله ازاي وانا بمشيه. انا يمكن شكلي ومنظري دوت بسبب كده. بيصعب عليكي كلب اوفى من البني ادمين، اكتر رحمه من البني ادمين. عمركم ما تشوفوا كلب يغدر بصاحبه، عمركم ما تشوفوا كلب يعض صاحبه، عمركم ما تشوفوا كلب بيأذي على صاحبه، بيقسى على صاحبه. عمركم ما تشوفوها دي خالص، الا لو صاحبه هو اللي اذاه الاول. اوفى وانقى الكائنات اللي ممكن تتعاملوا معاها. وحتى يعني في ناس ممكن مثلا ما تحبش الكلاب، ما تحبش القطط، بس ما نأذيهمش، ما تحبهمش، انتوا حرين. ما تاخدوش كلاب عندكم البيت، طبعا انتوا حرين، بس ما تأذيهمش. انا كانت اكتر حاجه وجعاني وانا بفكر ان انا اوديه فين او ان انا ارجعه الشارع تاني، ان انا مش عشان خايفه عليه من الشارع، انا خايفه عليه الناس اللي في الشارع يأذوه. الاذى اللي شافه انتوا مش متخيلين، انه ما كانش عايز ياكل ولا يشرب من الخوف والرعب والاذى. الكلب كان بيرتعش بطريقه رهيبه، كان مأذي بكل انواع الاذيه اللي ممكن تشوفوها، وهو كان لسه صغير بيبي. انا وانا بوصله امبارح وخداه في حضني كده واحنا في العربيه، بيرتعش، مش عايز يسيبني وينزل. جوزي جاي بياخده مني، مش عايز يسيبني وينزل. خلينا نرحم بعض شويه يا جماعه، خلينا يبقى عندنا نوع من صفات البني ادمين. يعني صفات البني ادمين اللي هي الرحمه والحنيه والطيبه مبقتش موجوده فينا. على فكره احنا ممكن جوزي يقول لي لا على فكره وما يوافقش. يعني انت ممكن الخير يتقدم قدامك وممكن ترفضه، ما تعملهوش. كان ممكن يلاقيني كده وعادي ما يحنش ان هو يجيبهولي او يعالجه، لكن هو جابه وعالجه مش عشان بس هو بيحبني او عشان شاف حالتي، لا، عشان هو عنده رحمة. هو وابن خالتي عندهم رحمة ان هما مش قادرين يسيبوا الكلب بالمنظر ده. انت ممكن عمل الخير يتقدم قدامك وانت ما تعملش اي حاجة، يبقى قدامك تعمل الخير وما تعملهوش.
عادي، بيحصل كتير جدا. يبقى قدامنا الخير وما نعملهوش. تعلمت من الأيام اللي فاتت دي الرحمة أكتر، وإن أنا ما يأستي، لأن الكلب كان قدامي مرمي في الشارع تقريبا شبه ميت. كان ممكن أقول إن أنا أسيبه خلاص، أهو ميت، ما هو كده كده هيموت. بس أنا ما يأستش، حسيت إني ممكن أعمل له حاجة. ما تسيبوش حاجة في إيديكم ممكن تكونوا قادرين تعملوها وما تعملوهاش. اوعوا تقولوا إن دي نتيجتها مش صح، أو نتيجتها مش هتبان، أو نتيجتها مش هنستفاد بيها. اعملوا الخير وخلاص. اعملوا الخير وما تستنوش دلوقتي، عشان هو هيحاسبكوا فوق. هو هيحاسبكوا على كل الخير اللي هتعملوه، هيتردلكوا. صدقوني اوعوا تقولوا ان انتوا لا ما نعملش الخير دوت، ولا ما نعملش الحاجة الفلانية عشان خاطر مش لاقيين نتيجتها، ولا احنا هنستفاد ايه ومش هنستفاد ايه. لا، هتستفادوا خير يقعد لكم في حياتكم، هتستفادوا رحمة من ربنا عليكم. عشان طول ما احنا ما بنرحمش ربنا مش هيرحمنا. للمرة المليون بقولها، طول ما احنا ما بنرحمش ربنا مش هيرحمنا. طول ما احنا مش حنينين وعندنا حنية في قلوبنا على كل اللي حوالينا، سواء يستاهلوا او ما يستاهلوش، حطوا خط تحت دي، يستاهلوا او ما يستاهلوش، ربنا مش هيرحمنا. زي ما هتعملوا هتلاقي. في حاجة كمان اتعلمتها وانا بفرق الكلب امبارح. كلمة كده حلوة قوي جوزي قالها لي وكتبها على الفيس عنده، ان احنا مراحل في حياة بعض. لما كنت بعيط ومتضايقة عشان الموضوع اللي انا مشيته، فبيقول لي صدقيني ربنا حطنا في حياته مرحلة عشان خاطر ناخده ونعتني بيه ونخلي بالنا منه، لان انتي قلبك حن ان انتي تاخديه. وفي مرحلة تانية ان في حد تاني ممكن يعتني بيه ويخلي باله منه، يقدر يعمل ده اكتر مننا. فاحنا كنا مجرد مرحلة في حياته انقذناه. انتي كنتي في اختبار قدام ربنا ونجحتي فيه، او نجحنا فيه كلنا احنا التلاتة، ان احنا خدناه وعرفنا نتعامل معاه ونسيبه الفترة دي. فانا عايزة اقول لكم ان احنا كلنا مراحل في حياة بعض. ناس بتروح وناس بتيجي، ناس بتمشي من حياتنا، بنفارق ناس ونودع ناس ونحزن على ناس وما نعرفش نعيش كويس بعد ناس. بس هي دي الحياة، رضينا او رفضنا هي دي الحياة. هنكمل كده او كده، هنكمل. طبعا بنكمل موجوعين، وطبعا بنكمل مأذيين في كل حاجة جوانا، بس احنا مراحل في حياة بعض في الآخر، عشان احنا مكاننا مش على الأرض في الآخر، مكاننا في حتة تانية في السماء. فحاولوا تتأقلموا على انكم هتفرقوا ناس وتعيشوا تخسروا ناس وتعيشوا تودعوا ناس. مش كل حاجة هتمشي على هوانا، مش كل حاجة هتمشي زي ما احنا عايزين، مش كل حاجة هترضينا. حاجة كمان اتعلمتها، ان في اختيارات كتيرة بنبقى مجبورين عليها. تسمعوا عن اختيارات القلب والعقل. اوقات بتضطر انك تدوس على قلبك عشان تختار بعقلك، اوقات بتدي فرصة لاختيارات عقلك انها تنتصر على اختيارات قلبك. بتبقى مجبر. دايما في الحياة في فرصة الاختيار، وانت عليك تختار. ده مش احسن حاجة طبعا، مش احسن حاجة انك تتحط في موقف انت مش عارف تفاضل بيه بين قلبك ولا عقلك، اني فيهم اللي يمشي. يعني انا امبارح كنت محطوطة في موقف وبقالي كذا يوم عشان خاطر ان احنا هنمشيه. اسيبه ولا مشي؟ اسيبه يكمل في البيت والدنيا هتبقى بايظة خالص بسبب ان هو كلب كبير ومش هعرف اكمل بيه كده، وعندي كلب تاني، هيبقى الموضوع صعب جدا عليا. ده غير كمان ان هو لو اتعود على البيت اكتر من كده، هيجي بعد كده يروح في مكان تاني او يروح الشارع، هيبقى الموضوع كارثة بالنسبة له، لانه خد على عيشة معينة في البيت، بنظافة، باكل معين، بكل حاجة، وهرجع بعد كده احطه المكان تاني ما ينفعش تماما زي اللي هو كان فيه.
فانا كده بقى اذيته، مش نفعته. فكنت محطوطة في الاختيار ده، او اني اسيبه واتوجع وابقى حاسة ان انا بجد متضايقة جدا ان انا سيبته، لانه كان كمان كلب جميل جدا ودمه خفيف وبيلعب لعبة حلوة جدا، وكنا خلاص خدنا عليه. وكان في نفس الوقت صعبان عليا جدا اسيبه في مكان انا مش مطمنة عليه فيه. انا بس عايزة افهمكم حاجة، انا في التجربة دي لقيت فعلا الحلو والوحش. لقيت اللي وقف جنبي وساعدني وقال لي انت اللي بتعمليه دوت حاجة كويسة وكتر خيرك وربنا يقعدهولك والكلام الحلو ده وكل حاجة، واللي فيه اللي ساعدني كمان، في اللي ساعدني بخطوات انه يعمل اعلانات على يحط صوره على الفيس ويسأل هنا ويسأل هنا. انا بشكر كل الناس اللي ساعدتني دي، فعلا بشكرهم، وبشكر صاحبنا اللي دلني على الراجل ده عشان خاطر اديهوله، يا رب يقدر يحافظ عليه. فقابلت الناس دي وقابلت الناس الوحشة، قابلت الناس اللي اتريقت عليا، اللي قالوا لي هو انت هتستفادي ايه يعني لما تجيبي الكلب من الشارع؟ انت هتقعدي تحني على كلاب الشارع كلها مش هتخلصي. ما هو في بني ادمين اولى من الكلاب. انت للدرجه دي فاضيه؟ للدرجه دي تافهه؟ بيصعب عليكي كلاب؟ ما في بني ادمين مرميين في الشارع مش لاقيين ياكلوا ولا يشربوا. شوفوا احنا وصلنا ببعض لايه، ان احنا بننتقد بعض على حاجه خير. يعني تخيلوا، انا مش هعلق على الكلام ده، يعني انا مش هعلق على الناس قالوا ده خالص، يعني هو هنا نو كومنت فعلا، مفيش تعليق. بس انا بوريكم احنا وصلنا لايه. وصلنا ان احنا بننتقد بعض في الخير اللي المفروض يتعمل او لا. ايه ده؟ ده عادي؟ اسفه اني طولت عليكم، واسفه ان انا طالعه النهارده بشكلي مش كويس وحالتي مش كويسه، بس انا مقدره ان انتوا اكيد يعني او فاهمه ان انتوا اكيد هتقدروني يعني وهتستحملوني. يا ريت حلقه النهارده تلمس اي حد او تعلم اي حد حاجه من اللي انا اتعلمتها او اللي انا بحاول اتعلمها. يا ريت. شكرا ليكم.